السلام عليكم ورحمة الله. من إسقاط التطبيع إلى إسقاط الدولة، ومن تحرير فلسطين إلى تحرير الشعب المغربي من المخزن. هذا هو لسان ما يسمى بمناضلي هذا الزمان، مناضلي الشارع، أصحاب الكوفية اللي كيعتبروا نفسهم معارضة ويدافعون عن الحق العام، ويمثلون جمعية أو جمعيات لحقوق الإنسان وجمعيات لمناهضة التطبيع. والسؤال المطروح: إذا سقطت الدولة كما قال أحدهم غير مأسوف عليها، إذا سقطت هذه الدولة هل ستتحرر فلسطين؟ والله العجب وكل العجب. فكيف لمناضل يفكر بعقله ويتصرف بتصرفات المستنقعات وينطق بكلمات المستنقعات، وكأنه لم يدرس اللغة ولم يدرس ما معنى النضال أو المعارضة؟ صراحة أنا جد مندهش، ما بقيتش نعرف كيفاش نفكر. كنا نطالب بتحرير فلسطين، فاصبحنا نطالب بتحرير الشعب المغربي. شكون عطانا هاد الجراثيم وهاد الأوبئة الحق باش تتكلم باسم الشعب المغربي؟ شكون عطاهم الحق يتكلموا باسم الشعب المغربي؟ وأنا واحد من المغاربة أرفض هاد الأشخاص جملة وتفصيلا، سواء كانوا مناضلين أو كانوا أناس عاديين. فالمناضل الوطني الحقيقي هو اللي كيناضل من أجل مصالح الشعب وقضايا الشعب، ماشي من أجل أنه يكون ضد الدولة أو ضد الملك أو ضد الملكية. فما معنى المطبعين خونة؟ هل جلالة الملك خائن؟ إذا كنتم رجال وبالفعل كتناضلوا كما تدعون، قولوها علانية، قولوا الملك هو الخائن ونريد إسقاط الملكية. لماذا تختبئون خلف المخزن وخلف التطبيع وخلف الدولة وخلف الشعارات الفارغة؟ واش كاين شي واحد كيخرب بلاده أو يسعى إلى تخريب بلده ووطنه من أجل تحرير وطن آخر؟ لا يعقل، ولا يمكن أن يكون هذا بنادم هذا يتحدث ويتصرف بمنطق العقل. فأول قوة كتسند هذه المعارضة هي الدولة، والدولة المغربية كتسمح لهم يتظاهروا وكتسمح لهم يقولوا هذا الكلام المسيء والسيء. الدولة اللي بغاو يسقطوها هي من تحميهم، هي من تقدم لهم الخدمات، وهي من تصرف على الدولة بشكل عام، تسهر على شؤون الدولة أرضا وشعبا. فكيف يا ما عرفتش والله العظيم، حتى الكلمات كتهرب لي من فمي. كيفاش حنا باغيين نحرروا فلسطين بإسقاط دولتنا؟
بتدمير دولتنا، بإدخال شعبنا إلى صراع ما عنده علاقة به، حتى أنهم بدأوا كيفرقوا المغاربة، هذا صهيوني وهذا خائن، فقط باش يسهل عليهم تخريب هذه الدولة. بالإضافة إلى أنهم كيستخدموا القضية الأمازيغية. إلا قلت أنه القضية ماشي القضية الأمازيغية، أو يستخدمون الأمازيغية لتقسيم هذا الشعب، يضربون في الأمازيغية ويسبون الأمازيغ ويقللون من قيمتهم وقيمة وجودهم في هذه الأرض الطاهرة، فقط ليسهل عليهم اختراق هذه الدولة. وبالمقابل يظهر الكثير ممن يسمون بالأمازيغ أو يحسبون أنفسهم على الأمازيغ، فيهاجمون العرب ويهاجمون بقية الشعب. وهذا هو هدف هذه المعارضة، معارضة الشارع، هدفها هو تقسيم الشعب وتخريب الدولة. وحتى أن البعض ذهب إلى تخوين الملك، لكن بطريقة غير مباشرة، فليست لهم الشجاعة والقدرة على مواجهة السلطة ورأس الدولة بشكل مباشر. تحية طيبة.